قبل ما تتفرج على الفيديو يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل الجرس. اهلا بيكم في قناتي مودي سوبر اكس، معاكم محمود مسلم. انا بحاول افيدكم في اي حاجة بعملها او بتعلمها، ومن الحاجات اللي عاوز افيدكم فيها عزل الاسطح عامة، ان كان حمام او مطبخ او اسطح منازل. كل الطرق مشابهة وممكن تجربوها، وانا حبيت اطبق تجربتي وصورتها للاستفادة منها. طبعا زي ما انتم شايفين في اول الفيديو بنضف الارضية من التراب واي حاجة بارزة ممكن اشيلها بسهولة معايا وانا بنضف. المادة اللي هعزل بيها في الفيديو هي سيرو بلاست، بشتريها في جردل زي ده كده حوالي 25 كيلو. قبل ما تبتدي في العزل حاول تنظف الأرضية من التراب والرمل على قد ما تقدر. في منتجات كتير للعزل، منها السيروتكت والسيرو بلاست من شركة الكيماويات البناء الحديث. دي مواد معمولة من البيتومين. بحاول وانا بكنس المكان كويس جدا بشيل التراب الصغير اللي موجود في الحفر، بحيث لما انا اعمل طبقة اسمنتية تبقى طبقة مستوية. اول حاجة انا عملت طبقة لياسة عبارة عن طبقة اسمنت عشان اساوي بيها السطح اللي هعزله، بيسموها رقبة ازازة. العزل اللي هتشوفه في الفيديو هو عزل بارد مش محتاج تسييح ببشبوري. العزل اللي هعمله قدامكم هو احسن وامن عزل وسعره مناسب جدا، اي حد ممكن يعمله. وظيفتها سد الفتحات والشقوق الصغيره اللي ممكن تسرب، وسهوله الماده دي بتتفرد على الاسطح العرجه اللي مش متساويه بنسبه كبيره. انا هفتح الجردل وهفضي شويه من الكيس وهضيف عليه ميه مش كتير. حاول ما تحطش الكميه كلها مره واحده. لازم نقلب ماده العزل بالميه لحد ما تندمج كويس جدا، ونعمل رقبه ازازه. في انواع تانية من العزل زي العزل الاسمنتي السيكا 107 ايلاستيك، وده دهان اسمنتي بوليمري، وطبعا ده اغلى من المنتج اللي هستخدمه النهارده. اللي عاوز اوصله ان في انواع مواد كتير للعزل. العزل اللي هتشوفه في الفيديو هو عزل بارد مش محتاج يتسيح ببشبوري. هجيب فرشة عريضة زي دي عشان تفرد معايا بشكل احسن. ونبتدي بالفرشة وندهن السطح اللي هنعزله، وما نطلعش بالدهان فوق 10 15 سم بالكتير. بحاول وانا شغال وبدهن في حفر صغيرة بننزل جواها المادة العازلة، وانا شغال براعي اتجاه الفرشة يا شمال يا يمين، عشان لما تنشف المادة بفترة 6 ساعات أو 12 ساعة حسب تهوية المكان بندهنها وش تاني. العزل اللي هعمله قدامكم هو أحسن وأأمن عزل وسعره مناسب جدا عن اللوح البيتوميني الجاهز اللي بتيجي برول أسود حوالي 10 متر، منها اللي معمول بسلك ومنها اللي مفهوش سلك. طبعا احنا ممكن نرش شوية اسمنت على المادة العازلة، بس انا ما عملتش كده. الوش الاولاني ممكن نسميه وش تنظيف او غسيل، والوش التاني بيكون اتقل منه شوية. الوش الاولاني مهم جدا عشان يسد الفراغات، ولو عندي حفرة صغيرة بملاها بالفرشة عشان اسد فراغها.
ممكن ارمي شويه رمل عشان اخشن السطح واول مكان اللي هدهنه بالبيتومين، عشان لو هلزق عليه سيراميك او هعمل اسمنت يمسك معايا، عشان صعب لو الماده نشفت تقبل حاجه عليها. وكل ده على حسب الشغل اللي بعمله. مفيش اي صعوبه ان شاء الله، وهتلاقي الموضوع سهل جدا. وبكده اكون خلصت عزل اول وش من ماده البيتومين البارد السيروبلاست. شكرا لمشاهدتك الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتدعمني لعمل فيديوهات تانية، وشكرا لوجودكم في قناتي مودي سوبر اكس محمود مسلم.